السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ ان شاء الله هنبدأ النهاردة نحل مع بعض كتاب الامتحان لسنة تالتة ثانوي. هنشرح مع بعض واحنا بنحل كل سؤال ونفصصه وبنقول افكار واحنا بنتكلم في كل سؤال، ممكن السؤال يجي ازاي ونفكر فيه ازاي. يلا بينا عشان ما اطولش عليك، يلا بينا. السؤال الأولاني بيقول لك في الشكل المقابل إذا كانت س تشير إلى تركيز الأملاح، يعني س ديت بتشير إلى تركيز الأملاح في محلول التربة، وصاد تشير إلى تركيز العصير الخلوي. كلمة العصير الخلوي يعني التركيز اللي موجود ليا داخل الفجوة العصارية. لمين؟ للشعيرة الجذرية. العصير الخلوي داخل الشعيرة الجذرية في نبات الفول. فماذا تتوقع أن يحدث لحالة هذا النبات بعد مرور عدة ساعات؟ إيه اللي هيحصل للنبات ده؟ طيب أنا تركيز اللي هو صاد ده تركيز العصير الخلوي داخل الفجوة العصارية. هبص ليا والله على تركيز أيونات الأملاح. تركيز أيونات الأملاح موجودة في العصير الخلوي عالي أكتر ليا من جزيئات الماء. فبالتالي المية هتنتقل ليا من س إلى صاد، أي من محلول التربة إلى الفجوة العصارية، فبالتالي الخلية هتكتسب الدعامة الفسيولوجية. تمام. طيب يتوقف نمو النبات؟ لا طبعا، إن احنا قلنا إن الخلية أو النبات هيكتسب الدعامة الفسيولوجية. يذبل النبات تدريجيا، ده لو النبات مش هيكتسب الدعامة الفسيولوجية فيذبل النبات تدريجيا. لا تتغير حالة النبات، تتغير ليه طبعا حالة النبات من التركيز الأقل، من فقد الدعامه الفسيولوجيه الى اكتساب الدعامه الفسيولوجيه. طبعا هتبقى يكتسب النبات دعامه فسيولوجيه. طيب يا سيدي، لما اجي انا اقول لك بقى انا عاوز اغير او عاوز انقل ليا تركيز الايونات من التربه الى صاد، هنقلها ليا بخاصيه ايه؟ هنقلها ليا بخاصيه الانتشار، من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، من التركيز الاعلى في الايونات الى التركيز الاقل في الايونات. طيب انا دلوقتي عاوز انقل ليا من س الى صاد، لا مش هنقلها بالانتشار زي ما انا لسه قايل، لا ده انا هنقلها بقى بالنقل النشط. ليه بالنقل النشط؟ لان تركيز الايونات هنا عالي، وانا هنا تركيز الايونات بتاع الاملاح قليل. فانا لو محتاج الايونات اللي موجوده ليا في محلول التربه هنقلها ليا ضد التدرج في التركيز، فهنقلها ليا عن طريق حاجه اسمها النقل النشط. اما الايونات لو اتنقلت ليا من صاد الى س فتتنقل ليا عن طريق حاجه اسمها الانتشار، من الاعلى تركيزا الى الاقل تركيزا. السؤال اللي بعده بيقول تم ري ثلاثة نبات متماثلة بمحاليل مختلفة التركيز الأسموزية، وسجلت النتائج بعد الري كما بالرسم البياني المقابل. في ضوء ذلك حدد أي النباتات التالية فقدت دعامتها الفسيولوجية. قال لك إن عند النبات وعندك حاجة اسمها معدل التغير في الكتلة. خلي بالك إن جالك في السنة اللي فاتت حاجة اسمها معدل التغير في الكتلة، إن معدل التغير في الكتلة ده ممكن يكون ليا بالسالب، سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة، سالب أربعة. ازاي؟ ايه الفرق بين الكتله ومعدل التغير في الكتله؟ الكتله ديت لما اجي اقول لك ان انا كتله مثلا بطاطسايه 7 جرام، كتلة البطاطساية دي 7 جرام. طيب لو زادت البطاطساية عن 7 جرام وصلت مثلا ل10، فده حصل ليا تغير، بس تغير بالايه؟ بالموجب. يعني حصل ليا معدل التغير اتغيرت قد ايه؟ بالموجب. طيب ال7 جرام ديت ممكن تقل ليه وتوصل ل5 جرام. طيب ده برضو تغير، بس التغير بالنسبة لي بالسالب، قلت عن الوزن الطبيعي بتاعها. طيب انا امتى اوصل للوزن الطبيعي بتاع البطاطسية؟ لما يكون المعدل التغير ده بيساوي ليا صفر عند المنحنى ده كده. لما يكون المعدل التغير بتاعي ده بيساوي ليا صفر عند المنحنى ده. فانا بالنسبة لي ده سؤال كان جاي في السنة اللي فاتت، بس طبعا السؤال يختلف لان هنا حاطط لك معدل التغير في الكتلة، وكان حاطط لك هنا التركيز، وان شاء الله هنحله مع بعض باذن الله في الايام اللي جايه. طيب تخلينا في السؤال اللي بيقول هنا اي نباتات التاليه فقط دعامتها الفسيولوجيه. مين اللي هيفقد ليها الدعامه الفسيولوجيه؟ عين
ولا صاد ولا سين؟ طيب قال لك قبل المعامله بالاخضر، بعد المعامله بالاحمر. طيب قبل المعامله كان حجم عين كتير، بعد المعامله بقى قليل، يبقى دي هي اللي فقدت الدعامه الفسيولوجيه. اذا الاجابه تبقى بالنسبه لي عين. سين صاد بالنسبه لي ولا فقدت ولا اكتسبت. سين هي اللي اكتسبت لي الدعامه الفسيولوجيه لانها قبل، وبعد كده بعد المعامله اصبح لي الحجم بالنسبه لي او معدل التغير في الكتله بالنسبه لي ايه؟ كبير. اي النباتات التاليه اكتسبت بقى دعامه فسيولوجيه؟ مين اللي اكتسبت دعامه فسيولوجيه هنا؟ هيبقى بالنسبه لي ايه؟ سين، لان معدل التغير في الكتله قبل المعامله بالاخضر كان قليل، بعد كده معدل التغير بقى بالنسبه لي ايه؟ كبير. السؤال اللي بعده بيقول لك رقم 3: تم فصل خليتين من نبات البصل، إحداهما من رشة الجذر والأخرى من رشة ورقة داخلية، وتم وضع كل منهما في محلولين متساويين في التركيز كلا على حدة لفترة زمنية متساوية، فكانت النتيجة كما بالشكل المقابل. أي مما يلي صحيح عن حالة الخليتين قبل بدء التجربة؟ ياه، شفت كل ده كوم، ده كل اللي فوق ده كوم، وكلمة قبل بدء التجربة ده كوم تاني. ده الإجابة أصلا، ده السؤال، ده الإجابة بتاعة السؤال قبل بدء التجربة. من الآخر كده إن الخلية رقم 1 اكتسبت الدعامة الفسيولوجية زي ما أنت واخد بالك كده، والخلية رقم 2 فقدت الدعامة الفسيولوجية زي ما أنت واخد بالك كده. طيب يبقى بالنسبة لي كان ايه اللي حصل؟ انا حطيت الخليه اللي اكتسبت الدعامه الفسيولوجيه دي في ايه؟ في محلول منخفض التركيز، وكانت الخلية ذات نفسها المحلول بتاعها أو التركيز بتاعها عالي التركيز. يعني اسموزية الخلية رقم 1 كانت عالية عشان تنتقل لي المية من الأقل في التركيز اللي هو المحلول للأعلى في التركيز فتكتسب لي الدعامة. أما الخلية رقم 2 العكس، كان التركيز بتاعها هنا كان أقل من التركيز اللي موجود ليا في المحلول، فبالتالي ايه اللي حصل فيها؟ حصلت ليا فقد في الدعامه الفسيولوجيه. خلي بالك الكلام ده قبل بدء الايه؟ التجربه. قبل بدء التجربه يعني قبل ما التجربه تبتدي اصلا. ايه اللي حصل؟ ان التركيز اللي كان في الخليه ده كان عالي عشان كده اكتسبت الدعامه الفسيولوجيه، التركيز اللي كان في الخليه ده كان قليل عشان كده فقدت الدعامه الفسيولوجيه. طيب هنشوف الاختيارات بقى. اسموزية الفجوة العصارية للخلية 1 أكبر من اسموزية الفجوة العصارية للخلية 2. أيوة، وده اللي احنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي، إنها تبقى التركيز هيكون أعلى في الخلية رقم 1 قبل بدء التجربة من اسموزية الفجوة العصارية للخلية إيه؟ 2. ده الإجابة صح. طيب تعالى نكمل. اسموزية الفجوة العصارية للخليتين أكبر من اسموزية المحلول؟ لا طبعا. طيب اسموزية الفجوة العصارية للخلية 2 أكبر من اسموزية الفجوة العصارية للخلية 1. ده عكس اللي احنا بنقوله. اسموزية الفجوة العصارية للخلية 1 تساوي، هتبقى غلط، يبقى هتبقى بالنسبة لي الإجابة رقم ألف. سؤال رقم 4 بيقول قطعة بطاطس وزنها س جرام تم وضعها، الوزن بتاعها س جرام، تم وضعها في ماء مقطر لمدة 30 دقيقة. يعني أنا حطيت القطعة س دي في ماء مقطر، لما أجي أحطها في ماء مقطر إيه اللي هيحصل؟ هتكتسب عوامل فسيولوجية. يعني إيه هتكتسب عوامل فسيولوجية؟ يعني هيزداد حجمها، فأصبح وزنها صاد. يبقى صاد ديت كبيرة في الحجم بتاعها كبر، ثم نقلت بعد ذلك إلى محلول سكري مركز لمدة 30 دقيقة. حطيتها في محلول سكري إيه؟ مركز، يعني التركيز اللي بره هيكون اعلى ليا من التركيز اللي موجود ليا في البطاطس، فبالتالي هتفقد ليا الطعامه، فبالتالي الوزن اللي وزنت للمره الثالثه فكان الوزن بقى في عين ده اقل ليا من وزنها الاصلي اللي هو س. وسجلت النتائج في اي الاختيارات بالجدول المقابل يمكن ان يمثل نتائج هذه التجربه. يبقى احنا قلنا لما توضع ليا في ماء مقطر اكتسبت الدعامه الفسيولوجيه فوزنها زاد. طيب وضعت ليا في محلول مركز فقدت الدعامه الفسيولوجيه فوزنها بالنسبه لي قل. طيب 5 صاد قلت لي عن ال5 فيبقى بالنسبه لي الاجابه غلط. صاد نفس 5 برضو الاجابه غلط. صاد اكبر ليا من ال5 فعلا في صح طبعا، لان هي وضعت ليا في محلول ايه؟ مقطر، يبقى بالنسبه لي هتبقى الاجابه ج. حتى عين بالنسبه لي قل ليا فين؟ في الوزن. سؤال رقم 5 سهل ما فيهوش اي حاجه، بيقول لك اي مما يلي يلعب الدور الاساسي لاستقامه ساق نبات النعناع بعد عمليه الري؟ المسؤول ليه عن الدعامه الفسيولوجيه هي الفجوه العصاريه. السؤال اللي بعده بيقول لك ما سبب انتفاخ خلايا النبات عند الري بالماء؟ سبب ايه اللي مين السبب ان الخلايا تنتفخ عند الري بالماء؟ طبعا ان دخول الميه بالخاصيه الاسموزيه هيحصل لي هيزداد العصير الخلوي في الفجوه العصاريه فيضغط لي على البروتوبلازم فيضغط لي فيعمل لي حاجه اسمها ضغط الامتلاء فيتمدد لي الجدار فيتوتر الجدار
ويحصل ليا ايه؟ انتفاخ للخليه النباتيه. السؤال رقم 7 بيقول اي الخلايا التاليه تكتسب دعامه فسيولوجيه عند الري؟ هدور ليها على دايما دعامه فسيولوجيه، بدور ليها على خليه حيه. الخلايا الفلينيه خليه غير حيه، الخلايا الحجريه خلايا غير حيه، قصيبات الخشب خلايا غير حيه، الخلايا البارنشيميه هي الخلايا الحيه. السؤال اللي بعده بيقول لك اي ممال يفسر توتر جذور خلايا النبات؟ حصل ليها توتر، معنى كده ان هي اكتسبت الدعامه الفسيولوجيه، تمدد وتوتر للجدار، يبقى اكتساب النبات دعامه فسيولوجيه. سؤال سهل ما فيهوش اي حاجه. السؤال رقم 9 بيقول لك تم نقل احدى انواع الطحالب من بيئه مياه عذبه، بيئه مياه ايه؟ عذبه، يعني نسبه الاملاح فيها قليله، الى بيئه مياه مالحه. طيب انا نقلتها من بيئه مياه عذبه الى بيئه مياه مالحه، كاني خدت برضو القطعه من الخلايا كده، رحت حاططها في محلول مركز، ايه اللي يحصل لما اجي احطها في محلول مركز؟ الميه تنتقل ليا من الخليه للمحلول، فيحصل ليا انكماش للخليه. طيب فما التغير الذي يحدث في خلايا الطحلب؟ تنتفخ خليه الطحلب، قلنا لا ده هي محطوطه ليها في محلول في بيئه مياه مالحه، يعني التركيز فيها عالي. طيب يتحرك الغشاء البلازمي نحو الجدار، يعني الغشاء بيتمدد ليا نحو الجدار، عشان معناه كده ان هو بيضغط ليا على الجدار ضغط امتلاء فبيحصل ليا انتفاخ لجذور الخلايا؟ لا طبعا ما يحصلش كده، احنا قلنا حصل ليها انكماش. يتحرك الغشاء البلازمي للداخل، ايوه ان الغشاء البلازمي بتاعي بيتحرك ليا للداخل، بيحصل له عمليه بلزمه او بيحصل له عمليه ايه؟ انكماش. فده الاجابه الصح اللي بالنسبه لي. طيب لا يحدث اي تغيير؟ لا طبعا حدث ليها تغيير، انه حصل ليا فقد للدعامه الفسيولوجيه، فبالتالي حصل ليا انكماش فبيتحرك ليا الغشاء البلازمي للداخل. سؤال رقم 10 بيقول اذا علمت ان ضغط الامتلاء في الخليه النباتيه هو ضغط يدفع الغشاء البلازمي نحو جدار الخليه تحت تاثير الخاصيه الاسموزيه، في ضوء ذلك اجب اي مما يلي يعد المؤثر الاساسي في حدوث ضغط الامتلاء بالخلايا النباتيه؟ المؤثر الاساسي عشان يحصل ليا ضغط امتلاء او عشان يحصل ليا دعامه فسيولوجيه هي بالنسبه لي الفجوه العصاريه. رقم 2 بيقول لك اي الاختيارات بالجدول التالي يعبر عن تركيز العصير الخلوي؟ وبيدور على مين؟ تركيز العصير الخلوي في خليه لجذر نبات واتجاه حركه الماء، يعني عاوز تركيز العصير واتجاه حركه الماء تحت تاثير الخاصيه الاسموزيه للحفاظ على ضغط الامتلاء. ايوه انا عاوز دي. ازاي انا احافظ على ضغط الامتلاء؟ ضغط الامتلاء ده يعني انا بحافظ ليه على الدعامه الفسيولوجيه. طيب ازاي احافظ ليه على الدعامه الفسيولوجيه؟ والله لما يكون ليا الفجوه العصاريه بتاعت التركيز بتاعها عالي، يعني هنا 7% مثلا، ومحلول التربه بالنسبه لي يكون تركيز بتاعه اقل 2%، فينتقل ليا الميه من التربه الى الخليه، فبالتالي لما يكون ليا التركيز العصير الخلوي، قلنا عصير الخلوي في فرق بين المصطلحات ركز فيها، في فرق بين المحلول وفي فرق بين العصير الخلوي. العصير الخلوي ده اللي موجود داخل الفجوه العصاريه. طيب المحلول ده اللي بيكون موجود ليا اللي هو الوسط المحيط ليا بالخلايا النباتيه. طيب عندك دلوقتي تركيز العصير الخلوي عالي، فبالتالي هينتقل لي الميه بالخاصيه الاسموزيه. طيب الى خارج الخليه ولا الى داخل الخليه؟ طبعا الى داخل الخليه، فتبقى لي الاجابه ب. سؤال رقم 11 بيقول اي العمليات التاليه تؤثر في الدعامه الفسيولوجيه بشكل مباشر؟ طيب اللي بيأثر ليا في الدعامه الفسيولوجيه عمليه النتح وعمليه الامتصاص وعمليه البناء الضوئي. طيب وشكل مباشر هل عمليه النتح فقط؟ لا طبعا. طيب عمليه البناء الضوئي فقط؟ برضو لا طبعا. عمليه النتح والامتصاص والله هشوف الاختيار اللي بعده. عمليتي نقل النشط والنتح، لا نقل النشط ما بيأثرش ليه على الدعامه الفسيولوجيه، ما بيأثرش ليه على نقل الماء، أثر ليه على نقل الايونات والاملاح وانت واخدها في سنه ثانيه ثانوي. طيب يبقى هتبقى الاجابه بالنسبه لي عمليتي النتح والامتصاص، وينفع طبعا معايا البناء الضوئي. السؤال اللي بعده بيقول رقم 12 اذا علمت ان الاميبا من الاوليات الحيوانيه التي تعيش في المياه العذبة وتتخلص من الماء الزايد عن حاجتها بواسطة فجوات منقبضة، فعند وضع خلية نباتية وأميبا وخلية دم حمراء في 3 أنابيب اختبار بها ماء مقطر كلا على حدة، ماذا تتوقع أن يحدث لكل منها بعد فترة من الوقت؟ يعني جبنا 3 خلية نباتية وجبنا اللي هي الأميبا وجبنا كرات الدم الحمراء ووضعناهم كلهم به ماء مقطر كلا على حدة. طيب ايه اللي هيحصل ليه في الخلايا النباتيه؟ والله حطيت الخلايا النباتيه في ماء مقطر، يبقى الخلايا النباتيه هيحصل لها انتفاخ، هتكتسب دعامه فسيولوجيه. طب ليه مش هتنفجر؟ عندها جدار، هتتاثر، قلنا انها تنقصر. طيب تنكمش،
لا، قلنا انها محطوطه في ماء مقطر يبقى تنتفخ، يبقى الاجابه بالنسبه لي ايه؟ تنتفخ اللي هي د. طبعا الاميبا مش هيحصل لها تاثر، الكرات الدم الحمراء هيحصل لها انها تنفجر عشان هتنفجر عشان لا تحتوي ليها على جدار خلوي. السؤال اللي بعده بيقول في احدى التجارب المعمليه تم استخدام 3 قطع متساويه الحجم من الجزر، 3 قطع متساويه الحجم من الجزر، حيث تم غلي القطعه الاولى، بركز معايا كده، غلي القطعه الاولى في الماء. او انا لما اغلي قطعه اولى، لما اغلي خليه في الماء، ايه اللي بيحصل؟ ان الخليه ديت خلاص تموت، الله يرحمها. طيب الخليه ديت ماتت، تمام. طيب ووضعت القطعه الثانيه في ماء مقطر، يعني اكتسبت الدعامه، حلو. طيب اما القطعه الثالثه فوضعت في محلول سكري مركز. طيب لما تحط اللي هي في محلول سكري مركز يبقى فقدت الدعامه. طيب اي هذه القطعه فقدت الدعامه الفسيولوجيه؟ هتبقى ليها الاجابه الثالثه فقط، الا وهي في محلول سكري ايه؟ مركز، تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك تم وضع خليه نباتيه تركيز فجوتها العصاريه 8/10 في محلول ذو تركيز غير معرفوش، فحدث لها كما هو موضح بالشكل التخطيط المقابل، اي مما يمثل تركيز المحلول الذي تم وضع الخليه دي. يعني الخليه ديت تركيز الفجوه العصاريه بتاعتها 8/10%. طيب الخليه دي حصل لها ايه؟ حصل لها والله انكماش. طيب عشان يحصل لها انكماش يبقى توضع ليا في محلول عالي التركيز، عشان الميه تنتقل ليا من جوه الخليه اللي هو تركيزها اقل الى التركيز الاعلى، يبقى المحلول هيبقى له تركيز اعلى، يبقى ليا بالنسبه لي الاجابه هتبقى ليا 3% ولا 2/10. طبعا عشان دي اقل ليا من 8/10، 8/10 يحصل ليا اتزان، 6/10 اقل ليا من 8/10 فيحصل ليا انتفاخ. اما 3% لما يكون حط ليا في محلول 3%، اللي هيحصل ليا انتقال الماء من الخليه الى ايه؟ المحلول. السؤال اللي بعده بيقول لك في الشكل المقابل تتأثر الدعامة الفسيولوجية للخلية بعمل تركيبين، ما هما على الترتيب؟ تعال نبص كده. عندك رقم 1 ده الغشاء، عندك رقم 3 ديت الفجوة، عندك رقم 4 ده الجدار، عندك رقم 2 ده بالنسبة لي السيتوبلازم. طيب ركز معايا كده، بيقول لك على الترتيب اللي بيتأثر بالدعامة الفسيولوجية أساسي معايا الفجوة، تمام. رقم اللي هي رقم كام؟ 3. ومين كمان؟ الغشاء البلازمي. طيب انا دلوقتي هل اختار رقم 3 1 ولا 1 و3؟ لا، انا هختار 3 و1. ليه؟ قال لك اللي بيتاثر بيها الاول، تتاثر الدعامه الفسيولوجيه بمين الاول؟ بالفجوه العصاريه، لان هي المسؤوله دي عن التركيز. لو التركيز بتاعي مرتفع ساعتها هلجأ ان انا اعمل ليا الخاصيه الاسموزيه بانتقال الماء. طيب الميه تتنقل ليا عن طريق مين؟ عن طريق الغشاء البلازمي، فيبقى بالنسبه لي على الترتيب الفجوه الاول وبعد كده الغشاء الايه؟ البلازمي. سؤال رقم 16 بيقول لك اي مما يلي يصاحب اكتساب الخليه النباتيه دعامه فسيولوجيه؟ يعني مين اللي بيصاحب ليا لما الخليه النباتيه بتكتسب دعامه فسيولوجيه؟ صغر حجم الفجوه العصاريه؟ لا طبعا، حجم الفجوه العصاريه بيكبر، يبقى بالنسبه لي الف غلط. طيب نقص كميه المحلول؟ برضو مع كميه المحلول بتزيد لان الميه زادت، والمحلول عباره عن مذيب ومذاب، يعني ميه واملاح او ميه وسكر. طيب نقص تركيز المحلول داخل الفجوه، ده اللي صح. ليه؟ لان لما الميه بتزيد التركيز بتاعي بيقل، تركيز الاملاح او السكر بيقل. طيب زياده تركيز المحلول قلنا غلط، يبقى نقص تركيز المحلول، يبقى الاجابه بالنسبه لي ايه؟ جيم. سؤال رقم 17 بيقول تم اجراء تجربه على شرائح من البطاطس ذات احجام متماثله، وضعت يعني كل الحجم واحد، وضعت في 6 محاليل سكروز مختلفه التركيز، س وصاد وعين ولام وه وواو، وتركت لمدة 2 ساعة، وتم تمثيل نتائج التجربة كما بالرسم البياني المقابل. ادرس ثم أجب عن الأسئلة التالية. أي المحاليل الآتية هي الأقل تركيزا؟ طيب هو إيه العلاقة؟ العلاقة بين المحلول وعلاقة بين حجم الشريحة، وعند حجم الشريحة قبل التجربة بالأخضر وبعد التجربة بالأحمر. طيب هو بيقول لك اي المحاليل الآتية هي الأقل تركيزا، يعني المحلول اللي أقل تركيزا، يعني الأعلى مية، يعني المية تنتقل من المحلول للخلية، يعني هدور على الخلية اللي بتكتسب ليا الدعامة الفسيولوجية. أكتر خلية مكتسبة ليا الأقل تركيزا، أكتر خلية مكتسبة ليا الدعامة الفسيولوجية مين؟ هي عين، فهتبقى بالنسبة لي الإجابة
عين. طيب ليه ما اخترناش واو وما هو الحجم ومش عارف ايه؟ لا، ما هو قال لك ايه؟ الاقل واحده في التركيز. مين اللي اقل واحده في التركيز؟ اللي هتكتسب ليا ميه اكتر. تمام. طيب اي المحاليل الاتيه تركيزها يماثل تركيز العصير الخلوي داخل شريحه البطاطس؟ دي سهله طبعا، اللي هتكون متساويه بين حجم الشريحه قبل وبعد، اللي هتبقى بالنسبه لي صاد. اي المحاليل الاتيه هي الاعلى تركيزا؟ في السؤال مين اللي هيبقى ليا الاعلى تركيزا؟ اللي فقد ليا الدعامه الفسيولوجيه، يعني اللي قل ليا في الحجم. مين اكتر واحد قل ليا في الحجم؟ والله س، يبقى هي اللي تبقى بالنسبه لي المحلول بتاعها كان الاعلى تركيزا. طيب اي مما ياتي يوضح الترتيب التصاعدي؟ الترتيب التصاعدي لتركيزات المحاليل س وصاد ولام وه وواو وعين. طيب تعال نبص، انت اصلا كده كده انت عارف مين الاقل في التركيز ومين الاعلى في التركيز ترتيبا تصاعدا من الاقل للاعلى. فانت عندك ان عين هي بالنسبه لي الاقل في التركيز، فبالتالي الف ودال بالنسبه لي غلط. اللي بالنسبه لي صح مين؟ باء وجيم. طيب مين اللي هيجي بعد باء من بعد عين؟ هل لام ولا واو؟ الاقل في التركيز قلنا في الاقل في تركيز المحلول، يبقى هو اللي هيكتسب ليه دعامه فسيولوجيه اكتر، فهو عين وبعد كده واو، بعد كده مين؟ واو اهو، لان واو كانت حجم الخليه هنا وبعد كده زادت، وبعد كده مين؟ لام، لان حجم الخليه كانت هنا وبعد كده زادت، بعد كده صاد، بعد كده اهي، بعد كده ايه؟ س. تمام. هيبقى الاختيار بالنسبه لي الا وهو جيم. الاختيار هيبقى بالنسبه لي مين؟ جيم. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اي العبارات التاليه صحيحه بالنسبه للفجوه العصاريه في الخليه النباتيه؟ ايه العبارات الصح في الفجوه العصاريه؟ تحتوي معظم الخلايا النباتيه الحيه على فجوات عصاريه؟ صح. اللي خلي بالك قال لك معظم وليس كل، يبقى دي بالنسبه لي ايه؟ صح. تساعد الفجوه العصاريه الخلايا النباتيه على امتصاص الماء بالانتشار بالاسموزيه. تحتوي الخلايا الاسكرانشيميه على فجوات العصاريه؟ ده ميته. فجوه عصاريه ازاي؟ تلعب الفجوه العصاريه دورا في الدعامه التركيبيه، الدعامه الفسيولوجيه. تمام. سؤال رقم 19 بيقول شكل مقابل يمثل تركيز العصير الخلوي في عددا من الخلايا النباتيه المتماثله باحدى اوراق نبات ما. اي الخلايا التاليه تكون اكثر دعامه فسيولوجيه؟ اكثر دعامه فسيولوجيه يعني اكثر ميه، يعني اقل تركيز. مين الاقل تركيز عندي في الشكل ده؟ الخليه لام اللي هي 1%، يبقى الاجابه لام. طيب عند وضع الخلايا الموضحه بالشكل في محلول سكري مركز، حطيناه في محلول سكري مركز نسبته كام؟ 10%، كلا على حده. اي الخلايا التاليه سوف تفقد دعامتها الفسيولوجيه في اقل فتره زمنيه؟ بص، هو كل هيفقد. ليه كل هيفقد؟ لانهم كلهم محطوطين ليا في 10% وهو اعلى في التركيز منه، يعني ده 6%، 10% اعلى، 4 2 1، فكل هيفقد. الفكره في مين اللي هيفقد اسرع؟ هل س ولا صاد ولا عين ولا لام؟ لو انا جبت كوبايتين، كوبايه ميه صغيره ومثلا كاس ميه في كبير، طيب لو انا عاوزه انزل الميه الاثنين على الارض، مين اللي هينزل ليا اسرع؟ مين اللي هفقد فيه الميه اسرع؟ اللي موجوده ليا في الازازه في الكوبايه الصغيره. فبالنسبه لي اللي هدور فيه على كميه الميه اقل، مين اللي كميه الميه الاقل؟ الخليه صاد. الخليه صاد هتبقى بالنسبه لي الاجابه صاد، اللي هتفقد ليا الميه الاسرع. وضعت خليه نباتيه في محلول سكري مركز. ايه الاشكال المقابله توضح حاله الخليه بعد مرور نصف ساعه؟ طيب يعني ايه اتحطت ليا في ايه؟ في محلول سكري مركز، يعني هتفقد ليا الدعامه الفسيولوجيه. حلو. طيب هنختار انهي شكل؟ والله تعالى نبص كده على الشكل الاولاني. الشكل الاولاني دي الفجوه العصاريه قلت شويه عن اللي بعده، فبالتالي الترتيب ده كده غلط. طيب دي فقدت على طول، حصل لها بلزمه على طول، بالنسبه لي غلط. طيب جيم ديت جيم دي اكبر ليا من دي، فبالنسبه لي ده الترتيب صح. ده الفجوه العصاريه كبيره اهي، وبعد كده انكمش شويه، بعد كده حصل لها عمليه انكماش او عمليه ايه؟ بلزمه. طبعا ده لا تبقى بالنسبه لي غلط، فتبقى ليا الاجابه جيم. السؤال رقم 21 في الدعامه التركيبيه في النبات بيقول لك اي الاختيارات التاليه صحيحه عن الانسجه التي تساهم في الدعامه التركيبيه في النبات؟ مين اللي بيكون فيه دعامه تركيبيه؟ عندي نسيج الخشب في دعامه تركيبيه. طيب عندي نسيج الاسكرانشيمي برضه في دعامه تركيبيه. عندي نسيج البرانشيمي لا، ما فيش دعامه تركيبيه. نسيج الكورانشيمي في دعامه تركيبيه، يبقى بالنسبه لي الاجابه د. سؤال رقم 22 بيقول ما السبب الرئيسي في عدم انتقال الماء الى داخل الخلايا الاسكرانشيميه بالخاصيه الاسموزيه؟ في ناس بتيجي تغلط في السؤال ده ويقول لك وجود الليجنين، بس انا اقول لك غلط. ليه وجود الليجنين؟ لان انت بتحط في دماغك ان الليجنين هو السبب ان خلى الخلايا الاسكرانشيميه خلايا غير حيه. تمام، بس مش هو السبب الرئيسي في عدم انتقال الماء.
هو الميه بتنتقل ليه عن طريق مين؟ الخاصيه الاسموزيه اللي بتعتمد ليه على مين؟ على الفجوه العصاريه. طيب يبقى السبب الرئيسي ان عدم انتقال الماء الى داخل الخلايا الاسكرانشيميه ان مفيش فجوه عصاريه. يعني ايه مفيش فجوه عصاريه؟ يعني غياب البروتوبلازم. غياب البروتوبلازم اللي هو عباره عن النواه والسيتوبلازم، ومن ضمن العضيات اللي موجوده في السيتوبلازم الا وهي الفجوه العصاريه. سؤال رقم 23 بيقول لك اذا حدث ترسيب لماده الكيوتين على بشره المجموع الجذري للنبات ماذا تتوقع ان يحدث لهذا النبات؟ طبعا انا بالنسبه لي ماده الكيوتين ماده بتمنع لي فقد الماء، فبالتالي لو اترسبت لي على المجموع الجذري لن يمتص النبات الماء فتفقده يعني مش هيحصل لي امتصاص الماء بالنسبه للنبات فتفقد لي الدعامه الايه الفسيولوجيه. السؤال اللي بعده بيقول لك ما الماده التي تغطي بشره سيقان واوراق نبات الفول؟ سهله ديت، اللي بتغطي ليها البشره والسيقان تبقى بالنسبه لي الكيوتين. طيب السؤال رقم 25 بيقول لك اي المواد التاليه تعمل على زياده قوه جذر الخلايا النباتيه؟ بتزود ليها قوه الجذر. مين اللي بيزود ليها القوه؟ السليلوز والليجنين، وليس الكيوتين ولا السليلوز فقط طبعا مع الليجنين، ولا السيوبرين بيمنع ليها فقد الايه الماء. طيب السؤال رقم 26 بيقول لك اي بوليمرات التاليه يتواجد في النسيج الوعائي للنبات؟ النسيج الوعائي اللي هو مين؟ الخشب، ويوفر له مزيد من الدعامه التركيبيه. الكيوتين موجود في الخشب؟ لا. السيلولوز موجود بس مش موفر له اللي هو الايه الدعامه. تمام. طيب عندي السيوبرين برضو لا موجود. عندي السيوبرين بيتحول ليا الى خلايا فلينيه، والخلايا الفلينيه بتعمل ليا حاجه اسمها القلف كده. تمام. اما البوليمر اللي هو بيوجد ليا في النسيج الوعائي للنبات ووفر له المزيد من الدعامه التركيبيه هيكون بالنسبه لي مين؟ الا وهو الليجنين. السؤال رقم 27 بيقول لك اي البدائل التاليه لا يتفق مع بقيه البدائل بالنسبه لحدوث الدعامه التركيبيه في النبات؟ طبعا السلولوز دعامه تركيبيه، طبعا الليجنين دعامه تركيبيه، طبعا السيوبرين دعامه تركيبيه. اللي مش معايا وده تلاعب بالالفاظ الكيتين، ما احنا اللي معانا حاجه اسمها الكيوتين. السؤال اللي بعده بيقول لك 28 اي الحالات التاليه ينتج عنها حدوث دعامه فسيولوجيه وتركيبيه معا؟ يعني الاثنين مع بعض. ترسيب الليجنين على جذور الخلايا الحجريه، خلايا غير حيه، فبالتالي ما فيش دعامه فسيولوجيه، فبالنسبه لي دعامه تركيبيه فقط. وضع بذور نبات الفول الجافه في الماء، يعني انا حطيت البذور الجافه في الماء يبقى هتكتسب ليها دعامه فسيولوجيه فقط. ري نبات النعناع بالماء برضو دعامه فسيولوجيه فقط. ترسيب الكيوتين على جذور خلايا بشره النبات التين الشوكي دي اللي صح بالنسبه لي. ليه؟ لان ترسيب، معنى كلمه ترسيب الكيوتين معنى كده ان يحصل ليها دعامه تركيبيه، وغير كده ان الكيوتين بيمنع ليا فقد الماء فبيحافظ ليا على الدعامه الفسيولوجيه داخل النبات. تمام. السؤال اللي بعده بيقول اي الاختيارات بالجدول التالي يعبر عن الدعامه التي تساهم فيها الانسجه المقابله؟ طيب اول نسيج بالنسبه لك عندك نسيج البشره. تاني نسيج بالنسبه لك النسيج الكولانشيمي مرصب حوالين الخلايا بتاعته ماده السليلوز. طيب تالت نسيج النسيج البارنشيمي. رابع نسيج اللي هو على شكل خماسي او سداسي اللي هو الشكل النسيج الاسكرانشيمي. مين اللي فيه دعامه تركيبيه؟ والله موجود عندي في خلايا البشره، موجود عندي في الخلايا الكولانشيميه، موجود عندي في الخلايا الاسكرانشيميه. يبقى 1 و2 و4. طب فين 1 و2 و4؟ يبقى الاجابه بالنسبه لي د. الدعامه الفسيولوجيه موجود عندي في طبقه البشره كولانشيمي البارنشيمي، يبقى 1 و2 و3. السؤال اللي بعده بيقول لك الجدول التالي يتضمن بيانات 4 نباتات س وصاد وعين ولام متماثلة في الحجم، يعني كلهم حجمهم واحد، تم ريها بكميات متساوية من الماء ووضعت في نفس الظروف البيئية. ادرسوا ثم أجب أي النباتات أكثر مقاومة للجفاف؟ بص أنا عندي أكثر مقاومة للجفاف، هبص أول حاجة فيها على سمك طبقة الكيوتين. سمك طبقة الكيوتين ديت هبص على أكبر نبات في أكبر سمك للطبقة. مين بقى؟ نبات صاد. غالبا الإجابة هتبقى هي، يبقى النبات صاد هو اللي بيحافظ ليه على الجفاف بسبب سمك طبقة الكيوتين. سمك طبقة الكيوتين زاد يبقى يمنع ليا فقد الماء، فبالتالي هيحافظ ليا هيكون ليا أكثر مقاومة للإيه؟ للجفاف. طيب عدد الاوراق بالنسبه لي 10، ان انا بالنسبه لي عدد الاوراق يقل يبقى يقل ليه معدل النتح. عدد الصغور في كل ورقه برضو قليل او متوسط يبقى هيقل ليه معدل النتح. عدد الشعيرات الجذريه 4000، فده بالنسبه لي كويس جدا. ليه؟ لان لما يزيد عدد الشعيرات الجذريه كل ما يزيد ليها معدل الامتصاص، بيزود ليها من مساحه سطح الامتصاص. يبقى هتبقى الاجابه ليا الافضل، هتبقى ليا الاجابه صاد.
النبات صاد هو اللي هيكون اكثر مقاومه للجفاف. السبب يرجع لسمك طبقه الكيوتين وعدد الشعيرات الجذريه، طبعا عدد الاوراق وعدد الصغور، لان كل ما يقل عدد الاوراق وعدد الصغور يقل ليه معدل النتح. السؤال رقم 31 بيقول لك ادرس الانسجه النباتيه التاليه ثم اجب. رقم 1، رقم 2، رقم 3. رقم 1 ده النسيج البرانشيمي، رقم 2 ده النسيج الكولانشيمي، رقم 3 ده النسيج الاسكارانشيمي. اي الانسجه من المتوقع تواجدها في الياف؟ الياف يعني خلايا غير حيه، فيبقى بالنسبه لي اللي هو 3 اللي هو النسيج الاسكارانشيمي. طيب اين انسجه تتواجد في اوراق نبات الخس وتكسبها دعامه فسيولوجيه؟ انا عندي مين اللي فيهم دعامه فسيولوجيه؟ رقم 1 ورقم 2 اللي هو النسيج البرانشيمي والنسيج الاسكارانشيمي. يبقى الاجابه 1 و2. طيب اي الانسجه لا تتميز بحدوث توتر لجدار الخليه؟ لو اللي انا مش هيحصل ليا توتر الجدار، يعني ما حصلش ليا اكتساب للدعامه الفسيولوجيه، يبقى مين اللي مش مكتسب الدعامه الفسيولوجيه هنا؟ اللي هو النسيج الاسكارانشيمي اللي هو بالنسبه لي رقم كام؟ رقم 3. السؤال اللي بعده بيقول لك اي المواد التاليه وجودها في جذور خلايا النبات يعطيها قوه مع درجه من المرونه؟ طبعا ده سهل ده، ولكن لا يمنع نفاذ الماء. ده هيبقى بالنسبه لي مين؟ السليلوز. اي ما يلي يحافظ على الانسجه الداخليه للاشجار الخشبيه اللي هو بالنسبه لي هيمنع لي فقد الماء، فيبقى بالنسبه لي الاجابه هتبقى لي الكيوتين والسيوبرين. تمام. السلولوز والليجنين طبعا مش هينفع بالنسبه لي، السلولوز والليجنين بيكسبوا النبات القوه والصلابه. الكيوتين ينفع بس السلولوز مش هينفع. عندي السيوبرين هينفع بس السلولوز مش هيحافظ لي على الانسجه الداخليه للايه؟ للنبات. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك الاشكال المقابله توضح انواع من الانسجه النباتيه اي منها يحتوي على ترسيبات من السلولوز. مين اللي فيها يحتوي على ترسيبات من السلولوز؟ سؤال سهل خالص، نفس فكره السؤال اللي فات. عندي رقم سي ده النسيج الكورنشيمي مرسب عليه سلولوز. عندي رقم اي ده النسيج الاسكارانشيمي مرسب برضو عليه السلولوز من الخارج. اما النسيج البارانشيمي مش مرسب عليه ماده الايه؟ السلولوز. وخلي بالك لو قلت لك شلت كلمه ترسيبات ديت ودخلت فيها كلمه تركيب، فكلمه تركيب بيخش فيها 3 خلايا وليس خليتين او 3. ليه؟ لان كلمه تركيب ان الجدار الخلوي بيتركب ليه؟ من ماده السلولوز. كلمه ترسيب بيرسب ليه؟ على الجدار. يبقى بالنسبه لي الاجابه الايه والسي. سؤال رقم 35 بيقول من الشكل المقابل الذي يمثل السطح السفلي لورقه نبات عشبي. ماشي. طيب تعالى نبص كده على الشكل. شكل خلايا س ديت خلايا برانشيميه، وعندي اللي هي خلايا طبقه البشره، وعندي خلايا اللي هي صاد ديت اللي هي الخلايا الحارسه، وزي ما هو كاتبها لك كده عندك ايه؟ الصغور، وكاتبها عندي هنا خلايا الايه؟ الحارسه. طيب ما السبب في احتفاظ الخليه س بشكلها الخاص؟ بص الخليه س اللي هي الخلايا البرانشيميه السبب في احتفاظ شكلها هو وجود الجدار الخلوي او وجود الجدار السليلوزي اللي هو مكون ليه من الياف سليلوز. والمعلومه دي طبعا معاك من سنه اولى ثانوي. تمام. ما سبب تغير شكل الخلايا صاد على مدار ساعات اليوم؟ مين الخلايا صاد؟ اللي هي الخلايا الحارسه. ايه سبب في التغير فيها؟ والله بتتغير ليا كل شويه، يعني هي بتكتسب ليا دعامه مؤقته. طيب دعامه مؤقته دي بتعتمد ليه على ترسيب الليجنين؟ طبعا غلط. ترسيب السلولوز؟ طبعا غلط. حركه السيتوبلازم؟ لا مش حركه السيتوبلازم، هي بتعتمد ليه على حركه الماء. حركه السيتوبلازم ده حركه السيتوبلازم اللي موجوده ليا داخل الخليه، اما حركه الماء من التربه الى الخليه او من الخليه المجاوره للخليه التي تليها. سؤال رقم 36 بيقول اي مما يلي يمثل ترتيب الخلايا في اشجار الكمثرى من الاقل تدعيما الى الاكثر تدعيما؟ طيب الاقل تدعيما مين هيكون ليه اقل تدعيما؟ دايما بدور على البرانشيمي. طيب يبقى باء بالنسبه لي غلط، باء تبقى بالنسبه لي غلط، وجيم برضو بالنسبه لي غلط. طيب برانشيما قشره الجسر، حلو. طيب بعد كده الخلايا الحجريه للثمره ولا كولانشيما؟ لا طبعا الخلايا الحجريه اكثر صلابه، يبقى تبقى بالنسبه لي الاجابه د برانشيمه قشره الجسر. وبعد كده كولانشيمه العرق الوسطي للورقه. يعني ايه العرق الوسطي ده؟ بص انت هتلاقي عندك كده ورقه، الورقه دي عامله ليا كده، هتلاقي ان انا عندي خط في النص كده ماشي للورقه، هو ده اللي اسمه العرق. العرق ده موجود ليا في النسيج الكولانشيمي، موجود في الانسجه الوعيه زي الخشب واللحاف. تمام. طيب السؤال رقم 37 بيقول لك تحافظ ثمار البرقوق على محتواها من الماء لاحتواء الطبقه الخارجيه لها طبعا على ماده الايه؟ الكيوتين. سؤال رقم 38 بيقول اي مما يلي يمثل الدور الاساسي للكيوتين والسيوبرين في النبات؟ هما الكيوتين والسيوبرين بيعملوا ايه في النبات؟ بيعملوا والله ان هم يمنعوا ليها فقد الميه.
طيب بيوفروا ليها الدعامه للانسجه الوعيه، يعني الدعامه الفسيولوجيه؟ لا طبعا غلط. الحفاظ على شكل الجدر الخلويه؟ لا، هو ما بيحافظش على شكله، هو بيمنع ليها فقد الماء. طيب العمل كحواجز غير منفذه للماء؟ هي دي، هو غير لك بس في المصطلح، بدل منع فقد الماء عمل لك العمل كحواجز غير منفذه للماء. طيب بيقول لك اي مما يلي ليس من وظائف الدعامه في النبات، يعني مش من ضمن الوظائف الدعامه في النبات. اكساب النبات الصلابه، يعني ان انا اكسب النبات الصلابه والقوه، طبعا من وظائف الدعامه زي مين؟ زي السليلوز والليجنين. طيب منع فقد الماء، طبعا بيمنع عليها فقد الماء زي الكيوتين والسبرين. الحفاظ على الانسجه النباتيه زي برضو الكيوتين والسبرين. مين اللي مش من ضمن الدعامه في النبات؟ نقل العصاره الناضجه. نقل العصاره الناضجه ده تبع مين؟ تبع اللحاء. سؤال رقم 40 والأخير في أسئلة اختر، بيقول لك ادرس الأنسجة النباتية التالية ثم أجب. أي هذه الأنسجة له دور في الدعامة الفسيولوجية والتركيبية معا؟ يعني له دور في الاثنين. ده عندك ده الخشب، 2 ده الكولانشيمي، 3 ده اللي هو البارانشيمي. مين اللي له دور في الاثنين الدعامة الفسيولوجية والتركيبية معا؟ النسيج الكولانشيمي اللي هو رقم 2 فقط. طيب أي هذه الأنسجة بقى لها دور في الدعامه الفسيولوجيه فقط؟ يعني لها دور في الدعامه الفسيولوجيه فقط، اللي هو النسيج البارانشيمي اللي هو يبقى بالنسبه لي 3 فقط. نروح بقى على طول مباشره كده على اسئله المقال. هم عباره عن 4 اسئله بتتكلم لي عن الدعامه الفسيولوجيه والدعامه التركيبيه. السؤال الاول بيقول حدد نوع الدعامة التي تكتسبها خلايا بشرة أوراق البصل الداخلية بعد ري النبات. يعني أنا أوراق البصل الداخلية عملت ري للنبات، يعني حطيت مية في التربة، فالتركيز المية في التربة عالي، هنتقل للخلايا النباتية اللي هي التركيز المية فيها أقل، فتكتسب ليها الدعامة الفسيولوجية. تكتسب ليها الدعامة الفسيولوجية. طيب الشكل المقابل يوضح إحدى النباتات بعد مرور عدة أيام دون ريها. يعني أنا جيت على النبات ده ورحت سايبه كده ما روتهوش لعده ايام، يعني الميه ما فيش ميه ليها في التربه، فبالتالي ايه اللي حصل؟ التركيز اللي موجود عندي في التربه زاد. تركيز مين؟ تركيز المحلول في التربه زاد، فبالتالي ايه اللي حصل؟ انتقل الميه من النبات الى التربه، فحصل لي ذبول للنبات. طيب ماذا يحدث خلال ساعات قليله بقى من ري هذا النبات؟ هرجع احط للنبات ده ميه تاني، رجع له ماء. ايه اللي هيحصل بقى بيه؟ هيكتسب الدعامه الفسيولوجيه ويزدهر النبات، يرجع تاني لاصله. تمام. سؤال رقم 3 بيقول ادرس الشكلين التاليين اللذين يوضحان نوعين مختلفين من الخلايا النباتيه ثم اجب. شكل رقم 1 والشكل رقم 2. شكل رقم 1 بيقول لك ان انا عندي ماده مترسبه اللي هي س. شكل رقم ص عندي ماده مترسبه اللي هي ص. طيب هو عاوز اقترح اسم الماده المترسبه س. هي موجوده ليا على الجدار من الخارج، يا اما بالنسبه لي كيوتين يا اما بالنسبه لي سيلولوز، بس هناخد س ديت هتبقى بالنسبه لي كيوتين. لو شاور لي على الاخضر دي ممكن ناخدها ليا سيلولوز. تمام. طيب عندي بقى في الشكل رقم 2 المادة المترسبة ص، ده ترسيب داخلي، يبقى يا اما بالنسبة لي هيبقى ليا الليجنين يا اما هتبقى بالنسبة لي السيوبرين. تمام. هو بيقول لك اقترح، يعني حدد نوع الدعامة في كل من الشكلين. واحد ده في الدعامتين، الدعامة الفسيولوجية والدعامة التركيبية، لانه بالنسبة لي نسيج حي واعتبرناه ان هو نسيج البشرة. ورقم 2 ده هيبقى ليها دعامة تركيبية، سواء انت قلت الليجنين سواء قلت السيوبرين. السؤال الأخير معانا في الفيديو إن شاء الله، شكلان مقابلان يوضحان نوعان من الأنسجة النباتية. عندك النوع الأول من النسيج ده نسيج كولانشيمي، النوع الثاني ده نسيج سكارانشيمي. ما نوع الدعامة التي يشترك فيها كل من النسيج 1 والنسيج 2؟ طبعا بيشتركوا ليها في في الدعامة التركيبية. اشتركوا ليها فين؟ في الدعامة التركيبية. كان معكم مستر محمد صبحي. يا رب يكون الشرح يكون وافي لكم والحل يكون وافي لكم، وما تنسوش بقى تدعمونا بلايك سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتشوفوا تعليقاتكم، ويا ريت يكون في نصائح كده عشان نشتغل عليها. وما تنسوش ان انتوا تدعمونا عشان يكون في نشاط وهمة ان احنا نعمل محتوى جديد ويكون محتوى جيد ليكم ان شاء الله. السلام عليكم.